السلام عليكم. بدأت بشائر الخير لمحافظة أبين، وبدأت القرارات تصدر من محافظة أبين الجديد الدكتور مختار الرباش، وأفضل قرار اتخذه رفع نقاط الجبايات كامل محافظة أبين، رفع نقاط الجبايات ولا نقطة. ولكن يا سيادة المحافظ، هذا القرار شوفه ما بيعجب كثير من القيادات المستفيدين من الجبايات، فعليك أن تضرب بيد من حديد. رفع النقاط بلا أي نقاش، بدون أي نقاش. كما نطالبك بنزول ميداني، تكليف كل مديريه بنزول ميداني على التجار كامل، ومراقبة الأسعار. مش ترفع نقاط الجبايات والاسعار على ما هي، والتجار يتلاعبوا بالاسعار. اي تاجر يتلاعب بالاسعار حملوه وخلوه عاقبوه وغرموه، ويكون عبره لغيره من التجار. وان شاء الله باذن الله ان محافظه الضالع ومحافظه لحج يحذوا حذوك كلهم، ويرفعوا نقاط الجبايات التي في الضالع وفي لحج وخط عدن. ما عاد نشتري جبايات. المواطن تعب، المواطن هرم، والتاجر لما تقول له السعودي نزل يقول لك بغيت جبايات. فإن شاء الله بإذن الله العظيم أنكم تشكلوا لجنة نزول ميداني ومراقبة الأسعار. والله العظيم يا سيادة المحافظ أنك على الطريق الصح، وهذه أفضل القرارات التي كنا منتظرينها من زمان، ونحن معك وإلى جانبك. سير وعين الله ترعاك.